السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا اليوم أهلا بكم من على منصة حروفيات لكتابة نص نكتبه مع بعض إن شاء الله حسب الإعلان الذي وضعه الإخوة في حروفيات. النص الذي سنكتبه هو الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. هذا النص الذي سنكتبه اليوم ونشرحه، وأثناء الشرح أتمنى من الجميع أن يكون جاهز، ونبدأ معكم خطوة خطوة حتى أنني أكتب حرف ثم أقف قليلا حتى تكتبون، وأنتقل إلى الحرف الذي بعد حتى يكون يعني هناك مجال أنكم تكتبوا معي إن شاء الله. الجميع جاهز؟ يلا كل واحد يأخذ القلم الحبر وننطلق بإذن الله في كتابة هذا النص. وأهم شيء يكون عندكم ثقة، رغبة في الكتابة، وكل الأمور ستكون إن شاء الله جيدة، لا تخافوا، الخط أمره سهل إن شاء الله. المهم هو أن يكون هناك تفاعل في كتابة النص. طيب، بسم الله. أولا، الذي لا يستطيع أن يكتب بدون خط يعمل سطر بالقلم الرصاص، ونبدأ الكتابة على هذا السطر. نشرح طريقة كتابة السطر مع الحرف، وأين نضع الكتل في السطر. طيب، عندما نبدأ بكتابة حرف الألف في البداية نضع القلم بشكل مائل ليس بشكل مستقيم. هذا الجزء، هذا الاستقامة هنا. ولكن عند كتابة الألف أو الأحرف العمودية دائما نضعها متجهة إلى اليسار قليلا، هنا وليس هنا. واضح؟ ثم ننزل إلى هنا. يعني يكون ماذا؟ يكون هنا في فراغ بهذا الشكل. هذا بالنسبة لحرف الألف. وحرف الألف لا يكون بكل القلم، يعني حركة القلم تكون بهذا الشكل وليست بهذا الشكل، لأن لو وضعنا القلم بهذا الشكل سينزل معنا ماذا؟ عريض. ولو وضعنا بهذا الشكل أيضا سينزل معنا بهذا الشكل، نحيف جدا. فلذلك هذه هي الزاوية التي ننطلق منها في خط النسخ. هذه هي الزاوية بهذا الشكل. هنا نضع القلم هنا، ثم ماذا؟ ثم ننزل. واضح بالنسبة للألف؟ طيب، نكتب حرف الألف. يقف حرف الألف على السطر بهذا الشكل. طبعا الليلة سأشرح عن يعني مع السطر وبدون سطر، لأن البعض ممكن يكون مبتدئ لا يفهم طريقة رص الكتل بدون سطر. سأشرح مع السطر حتى يتضح. السطر هنا الألف يقف على السطر تماما. طيب، بهذا الشكل. واضح إلى هنا؟ ننتقل الآن إلى حرف اللام. حرف اللام يأتي من حرف الألف تماما من أمامه، لأن اللام هو عبارة عن ألف. اللام هذه الألف، اللام عبارة عن ألف مع إضافة هذا الجزء الذي في الأسفل، فأصل اللام هو ألف. فلذلك ماذا نعمل؟ نكتب ألف. طبعا هذا الجزء الذي في الأعلى نسميه زلف أو حلية، الذي هو يشبه ماذا؟ النقطة، مثل النقطة، ومن أعلى بهذا الشكل، أو جزء بسيط جدا بهذا الشكل مائل قليلا، ثم من أعلى ننزل بهذا الشكل. فتكون الزيادة على اليمين وليست على اليسار. هنا الزيادة. البعض يكتبها بهذا الشكل
ثم يأتي من المنتصف، فتكون هنا زيادة وهنا زيادة. لا، الزيادة فقط على اليمين هنا، يعني نضع بهذا الشكل ثم نأخذ بالقلم من هذا المكان وليس من منتصف. واضح؟ من هنا ثم ننزل بهذا الشكل، فتكون الزيادة هنا على اليمين. طيب، نضع الحلية أو الزلف بهذا الشكل، ثم الزلف مأخوذ من الطرف، يعني طرف الشيء، ثم ننزل إلى النصل أين؟ إلى الألف، قريب الألف، بينها وبين الألف جزء بسيط جدا. من هنا ستبدأ معنا حركة ماذا؟ حركة الدال. حركة الدال. طيب، ما هي حركة الدال؟ حركة الدال سأكتبها بلون آخر حتى تتضح. دائما الألف عندما نكتب لام، ألف ثم لام اللي هو يشبه الألف مع حرف آخر، لا نأتي مباشرة بهذا الشكل، لام ثم ننطلق بهذا الشكل ونوجد هنا زاوية. في النسخ لا، يوجد هناك حركة تمهيد التي هي بهذا الشكل، نصل إلى هنا ثم نعمل هكذا بهذا الشكل. ضعوا معي هذه الحركة بهذا الشكل. واضح؟ عملنا اللام ثم ماذا؟ بهذه الحركة عملنا هذا الشكل. طيب، الآن من هذه الحركة من أين نضع القلم؟ نحن وضعنا هذه الحركة، الآن سنضع القلم من منتصف الحركة إلى خارج الحركة هنا، ونصعد من هنا، ليس من داخل الحركة. انظروا، ليس بهذا الشكل ثم نعمل هكذا ثم من الداخل، لا، هذا الشكل ثم نعمل الحركة هذه ثم من منتصفها نتحرك. واضح الآن؟ طيب، هذه الحركة تساوي مقدار نقطتين بهذا الشكل. بهذا الشكل، مقدار فم القلم مرتين. ثم نقسم اللام هذه إلى 3 أقسام. هاي 3 أقسام. الدال يصعد إلى هذا القسم، إلى هنا. واضح الآن؟ احنا عملنا هذه الحركة، حركة تمهيد، ثم بعد ذلك نصعد بالقلم بهذا الشكل رأيتم إلى أين؟ ليس إلى الأعلى وليس أسفل، ثلث الحركة تماما هنا بهذا الشكل. طيب، الآن نفس الشيء عندنا 1 2 3. نقسم الدال 3 أقسام، هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم. من هذا القسم تكون حركة الدال من الثلث الأخير. هنا تركنا ثلث في الأعلى، هنا نترك ثلث في الأسفل. واضح الآن؟ فماذا نعمل بهذا الشكل؟ لا نأتي نكتب الدال مباشرة، انظروا، نعمل هكذا ثم نأتي من هنا نكتب دال، لا، الدال يحتاج إلى نفس الحركة التي عملناها هنا. يعني أولا عندما تكون هكذا نضع حركة القلم في نفس هذا الاتجاه الذي عملناه هنا بهذا الشكل، ثم من بعد الحركة قليلا نأخذ حركة الدال، فيظهر معنا هنا ماذا؟ فراغ وحركة وصل مع الدال. هذه جمالية حرف الدال في هذا المكان. انظروا الفرق، فقط حركة بسيطة نضعها في هذا المكان. طيب، نضع هذه الحركة هنا بهذا الشكل بنفس هذا الميل. انظروا، نفس ميل الألف نفس ميل اللام بهذا الشكل. واضح الآن؟ نضع هذه الحركة ثم من منتصفها إلى هنا سيكون القلم، ثم نغير الحركة ونمشي بهذا الشكل.
واضح الآن؟ هذه الحركة من هنا إلى هنا هو نفسه من هنا إلى هنا، هذه نفس المسافة. وهذا الفراغ هنا هو نفسه هذا الفراغ هنا، هذه هي النسبة للحرف، هنا نفس الفراغ هنا، وهذه نفسها هذه. واضح الآن؟ إلى هنا كل شيء واضح؟ طيب ننطلق إلى حرف العين، إلى حرف العين. طيب هنا انظروا ماذا صار. هنا في ميل، لا أريد أدخل في تفاصيل كثيرة موضوع الميل أنه معظم اللي يكتب. هنا عندنا ميل، هنا ميل وهنا ميل، هنا ميل الدال وهنا ستكون ميل العين. طيب سنضع حركة حاجب العين. كيفية رسم حاجب العين بهذا الشكل. نضع حركة القلم نفسها التي وضعناها هنا، نفس الميل تماما، ثم نتحرك إلى الجهة اليمنى بهذا الشكل حتى نصل هنا. نرفع القلم، انظروا كيف نرفع القلم بهذا الشكل، نترك زاويته حتى نصل هنا. نرفع القلم مع تدوير. واضح؟ بهذا الشكل إلى هنا إن شاء الله واضح. طيب الآن هناك مسألة مهمة في حرف العين، وهي أن البعض عندما يكتب العين، دعوني أشرح لكم هنا. البعض عندما يكتب العين بهذا الشكل حتى يصل هنا ماذا يعمل؟ يرجع من هنا. انظروا من أين رجع؟ من طرف الحرف. الأصل في العين لا نعود من طرف الحرف. كيف لا نعود من طرف الحرف؟ يعني ماذا نعمل؟ نترك هذا الجزء فارغ، نعود من هنا. انظروا من أين؟ ليس من هنا، نترك هذا الجزء. انظروا من أين نعود، تركنا هذا الجزء كامل. واضح الآن؟ على شكل هلال، هذا على شكل هلال، ومن هنا على شكل هلال، ولكن ليس من طرف الحرف. انظروا من طرف الحرف كيف يصير. سأضع لكم هنا الحركتين بشكل واضح. انظروا هذه الحركة الأولى وهذه الحركة الثانية. هذه الحركة نفسها، ولكن لو رجعنا من طرف الحاجب انظروا كيف الشكل، ولو رجعنا من بعد طرف الحاجب انظروا كيف الشكل. واضح الفرق؟ نعم هي قريب من نهاية الراء. أحسنت، نهاية الراء شوية أطول بس نفس المبدأ يعني. واضح الآن ماذا عملنا؟ بهذا الشكل. طيب الآن سنضع القلم في نهاية الحركة تماما. هي طبعا لها أكثر من شكل هنا في هذا المكان. مثلا شوقي رحمه الله ماذا يعمل؟ أعطيكم فكرة فقط. شوقي رحمه الله بعد ما يعمل الحاجب بهذا الشكل يعود من هنا، ثم هنا لا ينزل مباشرة بهذا الشكل، لا، يأخذ حركة قلم بسيطة بهذا الشكل ثم ينزل. يعني يأخذ هنا حركة أكثر من حركة الرجوع بهذا الشكل، يعني هكذا. رأيتم هنا عنده شيء زائد بين الحاجب وبين هذه الحركة.
مثلا عزة رحمه الله مباشرة من الحاجب ينزل بهذا الشكل، يعني لا يترك هنا في مجال يعني معين. فهنا فقط للتوضيح. طبعا العين عندما يكون بعدها صاعد غير العين التي يكون بعدها باء، غير العين التي يكون عندها باء. مثلا العين التي عندها باء أنا سأخذ القلم من هنا وأتجه إلى أين؟ إلى هنا، ثم أعمل حرف الباء بهذا الشكل هكذا. لكن العين الصاعدة لا نتجه إلى اليمين. العين الصاعدة شبه مستقيمة النزول، شبه مستقيم. يعني انظروا هذه الحركة أين ذهبت، لكن حركة العين الصاعدة أين ستكون؟ انظروا هنا، ليست هنا. واضح الآن؟ طيب، إلى هنا الكل كتب. ننتقل إلى الحركة التي بعد. طيب، الكثير عنده مشكلة أين؟ عندما يعمل هذه الحركة لا يعرف من أين يبدأ. من هنا، من هذا المكان لا يعرف من أين يبدأ. فهنا سنضع معلومات مهمة حتى يكون الخطاط عارف من أين يضع القلم. أولا، بين هذا النهاية وبين بداية الحركة الثانية لا تتعدى حركة فم القلم، هذه فقط. بين هذه الجزء وبين هذا الجزء لا تتعدى حركة فم القلم. طيب، بعدها هل هذا الجزء مدور بهذا الشكل أو مستقيم أم كيف شكله؟ الآن نأتي إلى الشكل. وهل يكون مقابل الحاجب تماما أم هناك زيادة؟ بعض الخطاطين يعمله مقابل الحاجب تماما، يعني لا يخرج العين الصاعد من الحاجب، هنا تكون فقط. شوقي يخرجها قليلا بمقدار جزم بهذا الشكل إلى هنا، يعني يخرج قليلا في الحركة. واضح؟ طيب، أولا من هذا الجزء أي 3 أقسام. القسم الأول شبه مستقيم، هذا شبه مستقيم. ومن القسم الثاني والثالث يبدأ التدوير. طيب، أول قسم شبه مستقيم، ثم يبدأ مرحلة التدوير. طيب، التدوير أين تقف؟ التدوير يقف في هذا الجزء، أمام هذا الجزء. عندما نصل إلى هذا المكان لازلنا في تدوير، وصلنا إلى هنا يجب نقف هنا أمام هذا الجزء تماما. هي تشبه حركة النون، نفس حركة النون، ثلثين ثلث بهذا الشكل. طيب، من بعد هذه الحركة تبدأ حركة استقامة الألف. بعد هذا الجزئين التي عملناها الآن نبدأ من هنا تغيير حركة القلم، ونبدأ في استقامة ماذا؟ الألف بهذا الشكل. واضح من أين؟ انظروا، هذا جدا مهم.
إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الحركة التي بعد. أنا أمشي بشكل بطيء جدا حتى الجميع يكتب. طيب نعمل الهمزة تحتاج لها شرح، نتركها الآن. شرحها بهذا الشكل، هي إما هكذا، انظروا بهذا الشكل، ثم نعود إلى هنا، ثم نأخذ من خارج الحركة إلى هنا أيضا. نجيب على الأسئلة بعد. نعم تختلف عن همزة الكاف. الأسئلة نجيب عليها بعد، يعني مثلا الأخ بيسأل لماذا هذه أطول من هذه، لأن هنا يوجد الألف النهائية لا توجد عليها حركة، ما في عليها حركة في الأعلى، بينما الألف هذه عليها حركة التي هي الوصل، وهنا حركة الشدة مع الضمة، وهنا حركة الفتح، فهذه تصل مع هذه، يعني هذا الألف مقابل لرأس الحركات وليس للألف هذه. واضح؟ سنشرح موضوع الحركات بعد إن شاء الله. الدعاء هو، طرق الآن إلى كلمة هو. والله لو أعدنا مشكلة سنستمر وقت طويل، فدعونا نكمل وإن شاء الله نحاول نعيد بعض الأحرف في النهاية بإذن الله.